في ناس كتير في الدنيا عايشين بس جواهم دايما سؤال: هو ده كل اللي في الحياة؟ ناس قلبها مش مطمن، مش لاقية المعنى وبتدور. في ناس بتدور على الشهرة، في ناس على الحب، في ناس على الأمان، بس في ناس قليلة جدا بتدور على الحقيقة. النهاردة هنتكلم عن 3 شخصيات من التاريخ الإسلامي، كل واحد فيهم كان في رحلة بحث مختلفة. واحد دور بعمره كله لحد ما لقى الحقيقة. واحد سمع ندى جوه قلبه لما الكل قاله ما يسمعش. وواحد سمع صوت من بعيد وغير مصير معركة. القصص دي هتخلينا نفكر، ممكن كل واحد فينا يكون زيهم في حياته. اسمه سلمان الفارسي، من بلاد فارس اللي هي إيران دلوقتي. عايش حياة رفاهية، غنى ومكانة، كل حاجة يتمناها أي شاب. أبوه كان من كبار القوم، ما كانش عايز ابنه يخرج من البيت عشان يبعده عن أي تأثير غريب. لكن جوه سلمان في صوت كان بيناديه، صوت مش مفهوم بس واضح جدا، إن في حاجة ناقصة. هو كان بيعبد النار، وكان بيخليها دايما مولعة، ما يسيبهاش تطفي ولا لحظة. لكن في يوم وهو رايح يقضي مشوار لأبوه، عدى على كنيسة وسمع صوت الناس جواها بتصلي. وقف وسمع وشاف مشهد أول مرة يشوفه. قال لنفسه: الدين ده أحسن من اللي احنا عليه. رجع لأبوه متأخر، فسأله رايح فين، ولما حكاله حبسه. لكن سلمان كان قرر خلاص، هرب وسافر من بلد لبلد، من دين لدين. كل ما يقابل راهب صالح يقعد معاه، يتعلم منه. ولما الراهب يموت يسأله: أروح لمين بعدك؟ حد فيهم في الآخر قاله: دلوقتي مفيش نبي في الأرض، لكن في نبي هيظهر قريب في أرض العرب، بين جبلين وفيها نخل. الراهب قاله: لو قدرت تروح له هتلاقي الحق عنده. سلمان سافر للعرب، لكن الطريق ما كانش سهل. اتخدع من التجار، باعوه كعبد، واتنقل من إيد لإيد لحد ما اشتراه يهودي وأخدوه للمدينة. وفي يوم شاف النبي عليه الصلاة والسلام، بصله وحس في وشه الطيبة اللي كان بيدور عليها طول عمره. اختبره بالعلامات اللي قالها الراهب، إنه ياكل من الهدية ما ياكلش من الصدقة، وعلى ظهره ختم النبوة. ولما اتأكد عيط وأسلم، ومن يومها بقى سلمان من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة الأحزاب لما المسلمين كانوا محتارين يعملوا إيه، سلمان قال: في بلادنا كنا بنحفر خندق حوالين المدينة، وفعلا النبي وافق واتعمل الخندق، وكانت الخطة سبب في نصر المسلمين. تخيل، عبد ملوش أهل ملوش بلد، هو اللي أنقذ أمة. سلمان الفارسي مش بس قصة إسلام، دي قصة بحث. رحلته بتقول إن اللي بيدور بصدق ربنا ما بيخذلوش. طالما نيتك صافية النهاية دايما هتكون نور. الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل كان شاعر معروف وسيد في قومه، الكل بيحترمه، صوته مسموع وكلمته ما تتردش. في يوم دخل مكة، الناس جريت عليه وقالوا له: يا طفيل، خد بالك في راجل هنا اسمه محمد، بيفرق بين الناس وبيسحر العقول، لو سمعت كلامه هيسحرك زي ما سحرنا. الطفيل خاف وحط قطن في ودنه عشان ما يسمعش كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربنا كان عايز له حاجة تانية. وهو ماشي حوالين الكعبة شاف النبي بيصلي، وقف شوية وشاف وشه، سمع صوته، وقال لنفسه: أنا راجل عاقل، ليه أسمع للناس وأسكت ودني؟ أنا أسمع بنفسي. فقرب أكتر، سمع القرآن لأول مرة، حس بقلبه بيتفتح. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كل اللي حصل، وقال: يا محمد، ادعي ربك يهديني. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم من ساعتها. وقال للنبي: يا رسول الله، أنا راجع لقوم دوس وعايز أنشر الإسلام هناك، ادعي لي ربنا يعيني. والنبي دعاله وقال: اللهم اهد دوسا. ودوس دلوقتي هي جزء من منطقة الباحة في جنوب غرب السعودية. رجع الطفيل وبدأ يدعو قومه، بعضهم صدق وبعضهم لأ، لكنه ما تراجعش. فضل ثابت بيكلم الناس وبيحاول لحد ما دخل الدوس كلها الإسلام. وفي آخر حياته شارك في المعارك وقاتل المرتدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، واستشهد. الطفيل علمنا درس بسيط جدا: إنك ما تسمعش للناس اللي بتخوفك من الحقيقة. اللي بيخاف يسمع عمره ما هيعرف، واللي بيسمع بقلبه حتى لو كان لوحده بيهدي الناس من بعده. سارية بن زنيم قبل الإسلام كان لص، بيهجم على القوافل وعايش حياة فوضى. كان من قبيلة الكنانيين، وعرف في الجاهلية بأنه لص وشجاع في الغارات على القوافل. حياته كانت مليانة فوضى ومخاطر، وكان الاعتماد كله على القوة والدهاء
عشان يسلب الناس أو يسرقهم، ما كانش عنده توجيه أخلاقي ثابت. بعد انتشار الإسلام بدأ يلاحظ الانضباط والعدالة في الجيش الإسلامي، وخاصة في سلوك الصحابة. سارية حس بقوة جديدة في النظام الإسلامي، وإن في معنى للحياة أبعد من السرقة والغارات. وبدأ يسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويشوف أثر الدين على الناس اللي حواليه. سارية قرر يدخل الإسلام مش بس كلام لكن عمل وسلوك. أعطي فرصة لإثبات نفسه في الجيش، فبدأ يشارك في التدريب العسكري ويستفيد من مهاراته السابقة بطريقة جديدة. قوة والشجاعة لمصلحة الحق مش للسرقة. وهنا حصل التحول النفسي الكبير، من الاعتماد على الخداع والسرقة للانضباط والشرف العسكري، ومن الخوف على نفسه لحماية الآخرين. بعد إسلامه أصبح قائد يثق به الصحابة، وتعلم إن القوة بدون توجيه أخلاقي هي خطر، لكن القوة مع الإيمان والعمل الصالح هي دي القوة الحقيقية. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سارية قائد جيش في بلاد فارس. المعركة كانت صعبة جدا، العدو بيحاصر المسلمين وهم بين الجبل والوادي. لو نزلوا لتحت للسهل هيتحاصروا ويتقتلوا، ولو فضلوا في الجبل هيطول القتال معاهم. وفي نفس الوقت ده كان عمر بن الخطاب في المدينة بيخطب الجمعة، وفجأة وفي وسط الناس وقف وقال بصوت عالي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. الناس اتخضت، يعني ايه هو بيكلم مين؟ لكن في نفس اللحظة دي سارية في أرض المعركة سمع الصوت، بص حواليه وفهم الرسالة، واتجه هو وجيشه ناحية الجبل، ومسكوا مواقعهم وقلبوا الموقف تماما وانتصروا. عارف يعني ايه تسمع نداء بس من بعيد قوي؟ يعني قلبك موصول وروحك صاحية. سارية كان في وسط معركة لكن قلبه مفتوح وسامع، وساعة ما سمع ما سألش ما ترددش، نفذ على طول. والنتيجة كانت النصر. سارية علمنا إن التحول مش بس إعلان أو ادعاء خارجي، ده تغيير داخلي شامل. قلبك وعقلك وسلوكك، 3 قصص، 3 رحلات مختلفة، بس رسالة واحدة: سلمان الفارسي اللي بيدور بصدق بيوصل مهما الطريق كان صعب. الطفيل بن عمرو الدوسي إنه يسمع بنفسه مش بكلام الناس أو خوفهم. سارية بن زنيم أو زنيم بيقولك اثبت على الحق واسمع النداء حتى لو كنت لوحدك. سلمان مشي عشان يلاقي الحقيقة، الطفيل سمع لما الكل قاله ما يسمعش، وسارية سبت لما الكل كان بيهرب. اللي بيدور على الحقيقة بصدق ربنا بيوصله، حتى لو الطريق طويل وحتى لو الدنيا كلها بتقوله ارجع.